يا رب صبحنا وربحنا وبينا عبادك ما تفضحنا. يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الكلام تعالوا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. نهاركم سعيد ان شاء الله. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. ما تنسوش تدعوا لابويا ولامي موتانا اجمعين يا رب العالمين. صباحكم زي اللبن الحليب، صباحكم ابيض زي قلوبكم. النهارده ان شاء الله صباح جديد ويوم جديد وروتين كله طاقه ايجابيه. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفيدي منه. وحشتوني 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 وكمان مره وحشتوني. ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا ابدا ابدا، ولا تتحرموا مني ابدا ابدا ابدا. قولوا ان شاء الله. النهارده الروتين بتاعنا روتين جميل وخفيف وكمان بيدي طاقه ايجابيه. بس اهم حاجه ان انت يكون عندك طاقه ايجابيه. قومي من النوم، فتحي الشبابيك وفتحي البيبان وشغلي اذاعه القران الكريم عشان ربنا يديك الصحه ويقويك ويعينك يا حبيبتي على يومك النهارده. هو عشان يعني النور بيقطع والجو حر مش هنشوف شغلنا؟ لا طبعا، دي بقى الطاقة السلبية بعينها. احنا عايزين يا جماعة يكون عندنا طاقة ايجابية ويكون عندنا حماس ويكون عندنا ايه كده نشاط تشجيعي عشان نشوف اللي ورانا. حرام يا جماعة يعني ما يكونش كهرباء بتقطع وكمان حر وكمان يعني كسل. لا، احنا عايزين يكون عندنا طاقة ايجابية ونشاط. اول حاجه يا ولاد عملت ايه النهارده في يومي؟ طبعا اهم حاجه حطيت دور في الغساله، ده اهم حاجه عشان النور بيقطع. وبعد كده غليت الحليب بتاعنا. عملت كمان كوبايه ليمون بميه دافيه، لان طبعا كوبايه الليمون بالميه الدافيه بتنشط الحرق جدا عند الناس اللي بيعملوا رجيم وكمان بيسد الشهيه. طبعا المفروض الميه تكون دافيه بس هي سخنت مني، بس طبعا انا سبت الكوبايه تبرد شويه وعصرت نص ليمونه بس عشان طبعا الناس اللي معدتها بتتعب من الليمون. ولو حابه تحطي معلقه عسل صغيره حطي، لكن انا شربتها بس كده بنص عصره ليمون والحمد لله. يعني سدت الشهيه خالص على الاخر وكمان حسستني بالشبع وكمان بتنشط الحرق جدا. وبعد كده يا ولاد رحنا السوق. تعالوا بقى اما اقول لكم انا جبت ايه من السوق. جبت طماطم وجبت بطاطس وجبت فلفل وبطاطا ومانجا. طبعا الاسعار المره دي يعني غاليه شويه عن ايه الاسبوع اللي فات. الطماطم طبعا مش كلها، في كيلو ونص ب10 وفي الاتنين ب15، والبطاطس الاتنين ب25، والخيار في ب10 وفي كيلو بربع، والليمون كيلو ب15 وكيلو ب20، والمانجا كيلو ب30، والفلفل ب10. انا قلت الفلفل ولا ما قلتش؟ عموما يعني ايه الاسعار تعتبر ايه غاليه شويه عن الاسبوع اللي فات. وجبت كمان بطاطا يا جماعه كيلو ونص ب10، هي صغيره شويه بس مش مشكله. طبعا احنا داخلين على الشتاء والبطاطا بقى بتحلو في الشتاء. انا نقعتها شويه يعني في شويه ميه عشان الطينه اللي عليها تبوش، عشان ايه اغسلها يعني بكل سهوله ونشويها. بعد كده تعالوا بقى ناخد السناك بتاعنا. انا النهارده غيرت في السناك. عملت ايه؟ يعني بدل ما اخد كوبايه نسكافيه وثلاث بلحات عملت قهوه بالحليب. يعني حطيت معلقتين صغيرين ونص من البن وكمان عليهم الحليب، وبعد كده حطيتهم على النار. واول ما الحليب يقلب كده زي القهوه بقوم طافيه على طول. انا طبعا الكوبايه بتاعتي هشربها بدون سكر عشان انا جايبه معايا كده ايه شوكولاته جالاكسي او ديري ميلك. النوعين دول يا جماعه كويسين جدا والسكر فيهم خفيف قوي. فطبعا قلت بدل ما احط السكر في الحليب في القهوه بالحليب، يعني قلت لا يعني اخد حته شوكولاته كده تديني طاقه وفي نفس الوقت احس بالسعاده. لان انتوا عارفين الشوكولاته بتدي احساس بالسعاده او بتعلي هرمون السعاده في الجسم. الكوبايه التانية دي انا عاملاها لمحمد ابني عشان كان صاحي معايا بس ما كانش هيشربها بدون سكر، فحطيت له معلقه صغيره من السكر وكمان قاسمني في الشوكولاته. يعني ما شاء الله ولادي لازم يقسموني في الحاجه اللي انا جايباها ليا. يعني نفسي ادلع نفسي كده من غير حاجه، يعني من غير ما حد ايه يعني يقسمني فيها. نفسي اكل حاجه كده براحتي بس مفيش فايده. امال ايه؟ انا الام يا جماعه اللي بتحب تاكل الحاجه من ورا ولادها. بهزر معاكم طبعا. انا اخدت نص الشوكولاته مع كوبايه القهوه بالحليب والنص التاني محمد ابني خده والحمد لله. طبعا كان عندي طاقه ايجابيه اكتر وكان عندي نشاط اكتر، لاني طبعا زي ما انتم عارفين الشوكولاته والقهوه بالحليب بيدوا او بيرفعوا هرمون السعاده في الجسم. يعني تحسي وانت بتعملي الحاجه كده بتعمليها وانت ايه متحفزه، وانت يكون عندك طاقه وانت سعيده وانت نشيطه. بعد كده يا ولاد غسلت البطاطا بتاعتنا واديتها بقى ايه يعني كل واحده كده غزتين او يعني خبطتين عشان تستوي على طول. النهارده هشويها في الاكياس الحراريه بتاعت الحلوه دي. طبعا الاكياس الحراريه دي في منها كبير وفي منها صغير. ميدو ابن الله يبارك له راح جاب لي الاكياس الصغيره، فانا حطيتها على كيسين عشان طبعا الاكياس دي صغيره. لو كبيره حط كل البطاطا في الكيس الكبير وحطيها بالراحه عشان الكيس ما يتقطعش منك. وبعد كده لفيتها وقفلتها بالقفل كويس زي ما انت شايفه كده عشان طبعا هشويها في الفرن.
بعد كده يا ولاد حطيتها في صينيه، واحط لكل كيس كوبايه ميه، يعني هحط كوبايتين ميه على الكيسين. وبعد كده قبل ما احط الميه الاول هخرم بس الكيس كده، يعني حوالي 5 تخرام في كل كيس، عشان بس ايه الكيس لما يدخل الفرن او الصينيه لما تدخل الفرن الاكياس ما تتنفخش وتفرقع، لا لازم تنفسي للاكياس. بعد كده حطيت لها كوبايتين الميه، وطبعا الفرن يكون سخن، وبتحطي البطاطا على الصاجه على طول في الفرن، والنار ما تكونش عاليه قوي ولا هاديه قوي، يعني تكون متوسطه، وتسيبيها مش هتاخد منك ساعه، يعني هتستوي على طول. وبعد ما تستوي انا بطلعها من الاكياس واحطها في الصينيه وادخلها تحت الشوايه تاخد باقي لون الشوي او ريحه الشوي. على فكره الاقفال اللي انا ربطت بيها الاكياس دي بتيجي معاها يا جماعه، يعني الاكياس الحراريه دي بتيجي معاها قفال انت بتربطي بيها الاكياس، وطبعا بتنفع في شوي البط وشوي الفراخ وشوي اللحمه وشوي الخضار وشوي حاجات كتيره جدا. يعني الاكياس دي مش خطرة على الاكلات، وكمان دي معمولة للاكلات مخصوص، يعني مفيش ضرر منها نهائي. العلبة بيجي فيها 3 اكياس او على حسب ما انت عايزة، ممكن ناس بتحتاج كيس ممكن تشتري بالكيس او بالاتنين زي ما انت عايزة، بس انا بشتري العلبة فيها 3 اكياس. انا كنت الاول بشتريها ب15، دلوقتي متهيألي بقت ب20، متهيألي والله ماني فاكرة، لان طبعا الحاجة غليت، بس ما شاء الله الكيس بيسويلك الحاجة يعني تمام. يعني بصراحة بتاكلي الحاجة وانت مغمضة عينيكي. بتشتري العلبة الصغيرة دي من اي سوبر ماركت او من اي عطار. انا طبعا كنت موريلكوا العلبة دي يعني قبل كده من زمان، يعني كنت بعمل اكلات في الاكياس الحرارية، وكنت طبعا بوريكوا العلبة، فانا عشان بقى وريتكوا قبل كده كتير، فانا ما رضيتش اوريكم، يعني ايه اوريلكوا العلبه المره دي. وبعد كده لميت اي مواعين حواليا عشان اغسلها، لازم تغسلي اي مواعين حواليك، عشان المواعين بالذات لما بتكركب المطبخ او بتكركب الحوض يعني بتدي طاقه سلبيه، وكمان بتحس ان هي كتير وبتغسلها بالعافيه. لا اي اطباق هنا ولا هنا ولا في التلاجة لميها واعمليها واغسليها. وطبعا غسيل المواعين في الحر بيدي طراوه. وبعد كده يا حلوين الولاد طالبين مني يفطروا شعرية بالحليب، شعرية بتاع الزمان بتاعت أمهاتنا اللي كانت بتعملها لنا زمان بالسكر، شعرية بالسكر. وطبعا محمد ابني حالف لا يقعد جنبي على الرخامة عشان لما تخلص الشعرية ياكل منها. أول حاجة حطيت معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وبعد كده حطيت كيس شعرية، وهدي النار بقى. الشعرية عشان ما تتحرقش منك لازم تقلبي فيها كل شوية، ما تسيبيش ايدك منها، وكمان النار ما تكونش عالية، وقلبي فيها قلبي فيها قلبي فيها لحد ما تاخد لون موحد كلها. ما شاء الله شايفين لونها جميل جدا. بعد كده دوبت شوية سكر في شوية مية، وعشان الشعرية ما تطلعش منك معجنة المية يدوبك تكون فوق الشعرية يدوبك ب2 سنتي على طول، يعني المية ما تكونش كتير يا جماعة شايفين. وحطيت كيس فانيليا كمان وقلبت الشعرية مع المية، المية ما تكونش كتير، يعني يدوبك فوق الشعرية على طول ب2 سنتي، يعني ايه ما تكونش كتير. وغطيتها وتغلي، وبعد كده ايه لما تشرب المية بالسكر طبعا انت بتهدى عليها عشان تتردد يعني زي الرز. وطبعا السكر انت بتحطيه في المية على حسب ما انت عايزة، عايزاها مسكرة قوي عايزاها يعني مش مسكرة قوي براحتك، يعني ايه انت اللي بتتحكمي، بس خليها سكرها هادي. بعد كده طلعت بقى البطاطا من الفرن ما شاء الله زي الزلابية، يعني حاجة عظمة، حاجة مسخسخة وحاجة جميلة وريحتها تحفة. بحط صبع عليها ما شاء الله طرية جدا. بعد كده احطها في الصينية وادخلها تحت الشواية تحمر بقى من فوق كده وتاخد لون الشوي ولون الأحمر الجميل. وطبعا احمرها على الجنبين، يعني لما تاخد لون من على الوش ده هقلبها على الوش التاني تحمر برضو كده تمام. نشوف بقى الشعرية بتاعتنا ما شاء الله ما خدتش مننا اي حاجة، يعني استوت على طول. حابة تاكلي بقى الشعرية كده من غير ما تحط عليها حليب زي ما انت عايزة، بتبقى جميلة وسخنة كده وحلوة، بس كلها سخنة يعني ايه تكون دافية عشان تحس بطعمها. لكن انا عندي ولادي بيحبوني اللي انا ايه احط عليها حليب. ولو عندك بقى مكسرات حط شوية مكسرات عليها، ولو عندك شوية زبيب شوية سوداني، لكن احنا هناكلها كده سادة مفيش اي حاجة عليها، بتبقى خفيفة وبتبقى جميلة يعني. وتغيير كمان في الفطار يا جماعة، يعني أنا النهاردة أخد لي إيه طبق الصغنن اللي على اليمين ده أول واحد، يعني حطيت فيه حوالي كده إيه 4 معالق ولا حاجة، وحطيت عليهم شوية حليب ومش حاطة سكر خالص. كل الأكلات النهاردة في الفيديو يا جماعة أكلات زمان يعني، وحلاوة زمان والله العظيم ما فيها أحلى من أكلات زمان ما شاء الله عليه.
يعني الشعريه بالحليب فكرتني بام الله يرحمها، كانت بتعملها لنا على طول في الفطار او في اي وقت. شايفين بقى الجمال؟ والله العظيم خفيفه وجميله، وكمان ايه تغيير، اعملوها لاولادكم هيفرحوا بيها. انا كنت بفرح بيها والله وانا صغيره لما كانت ام الله يرحمها بتعملها لنا، ودلوقتي برضو والله باكلها مع اولادي. هنعمل ايه يعني؟ هنحرم نفسنا؟ لا طبعا احنا مش هنحرم نفسنا، احنا لازم ندلع نفسنا على الاخر عشان نحس بالسعاده. اعملي الاكل اللي بتحبيها وكليها، اعملي المشروب المفضل ليكي واشربيه، محدش واخد منها حاجه. طالما انت بتاخدي حاجه في المعقول مفيش اي مشكله. مش عشان احنا عاملين رجيم نحرم نفسنا، بالعكس يا جماعه، الرجيم والله مش حرمان. الرجيم انك تاكلي كل حاجه بس بدون افراط في الاكل، يعني بكميات معقوله. كنت جايبه فلفل احمر من السوق عشان برضو ايه هنعمل هرسه فلفل النهارده. طبعا انا ما بستغناش عنها نهائي يا جماعه، يعني بتنفع بقى في كل حاجه، بتنفع في السمك وبتنفع في الباميه وبتنفع في البتنجان المشوي وفي دقه السمك المشوي، يعني ما فيش غنى عنها خالص. بحطها في الفريزر وبجر منها لما اكون ايه محتاجاها. طبعا انا قطعت الفلفل قطع صغيره وبعد كده فرمته في الكبه. مش هفرمه ناعم قوي عشان ما ينزلش ميه، يعني انا بحب الدقه تكون خشنه شويه. بحب قوي يا جماعه الفلفل الاحمر في الدقه او في الهريسه، يعني بيدي لون وطعم جميل جدا. يعني حطيت كمان كام قرن كده فلفل اخضر كمان عليهم، يعني ايه كام قرن بس يعني بالعدد. بعد كده زي ما انتوا عارفين انا عندي التوم مفروم، هحط بقى حوالي كده ايه معلقتين كبار او 3 معالق زي ما انت حابه. لو انت بتحبي التوم قليل قللي، لو انت بتحبي التوم كتير براحتك خالص. بعد كده حطيت معلقه ملح كبيره ومعلقه كمون كبيره ومعلقه بابريكا كبيره ومعلقه كزبره كبيره، وحطيت حوالي ربع كوبايه خل، وعصرت كمان حوالي كده 5 ليمونات. يعني ايه الدقه تكون جاهزه ليه على الاكل على طول، يعني احطها في الاكلات على طول، يعني ايه تكون تمام التمام. وطبعا دوق الدقه كده، لو محتاجه ملح حط لها كمان شويه ملح. وطبعا يا جماعه في ناس بتعمل هريسه الفلفل دي بتبقى حاميه جدا، هريسه الشطه، لكن عشان انا عندي ولادي ما بيحبوش الحامي في الاكلات، فانا دايما بجيب الفلفل الرومي ده بعمله دقه، وممكن احط قرن ولا 2 بس ايه يعني حامي طعم بس الدقه مش اكتر من كده. بعد كده جبت العلبه دي يا جماعه، العلب دي حلوه قوي في التخزين، في تخزين الخضار والفراخ والثوم والدقه، يعني ما شاء الله عليها. بعد كده يا حلوين هاخد بقى علبه الدقه دي واحطها في الفريزر على طول، وبعد كده هجر منها. تعالوا بقى اما نشوف البطاطا، ما شاء الله احمرت واخضرت وانحرقت، بس بطاطا لا ما اتحرقتش والله، ده زي الفل وجميله، هي صغننه شويه بس سكر، سكر كده. انا نسيت احط عليها في الاكياس يا جماعه الحراريه رشه قرفه ومعلقه سكر صغيره، لان انا بحب فيها ريحه القرفه، يعني تديها ريحه جميله، وكمان رشه السكر مع القرفه بتكرمل كده ايه البطاطا وبتخليها جميله. بس انا نسيت خالص، يلا مش مشكله المره الجايه. انا اخدت لها واحده يا حلوين، بصوا انا النهارده اليوم المفتوح، لا مش مفتوح والله، يعني ايه اخدت طبق شعريه بالحليب كده صغنن فطرت بيه، اخدت سناك كوبايه قهوه بالحليب مع حته شوكولاته، يعني اخدت بطاطايه واحده بس كده صغننه. كل الحاجات دي طالما في المعقول عمرها ما هتأثر، يعني انت بتدخلي في جسمك سعرات حراريه تكون يعني مش كتير عشان ما تزيدش في الوزن. والله يا جماعه اسمعوا كلامي، لو سمعتوا كلامي هتخسوا، وفي ناس مشيت معايا على الرجيم وخست كتير وبتكلمني والله. يعني امشي صح عشان تخس صح. احنا ماشيين يا حلوين بنظام اسلوب حياة، يعني هنمشي على طول، يعني نخس براحتنا، يعني مش عايزين نخس بسرعة عشان ايه ما ترجعش تاني، لا خس براحتك خالص طالما انتي هتمشي على النظام ده على طول. وبعدين يا حلوين التقليل في الاكل مش غلط، بالعكس ده حلو على صحتنا، كل ما تقللي في الاكل كل ما هتخسي وكل ما هتحسي بتحسن، يعني تحسي ان انتي ما شاء الله نشيطة، مش هتحسي بنهجان تاني، مش هتحسي بالتهابات في العظم، هتحسي ان انت كده واخده راحتك وكده وخفيفه وبتلبسي اللي انت عايزاه، اللبس الجميل المحترم المحتشم، يعني تحسي ان انت ما شاء الله عليكي يعني مرتاحه نفسيا كتير. ربنا يعيننا ويقوينا ويحرق دهوني ودهونكم يا رب، قولوا امين. بعد كده يا ولاد بعد ما ايه ما نشرت الملايات بتاعتي او الدور بتاعي اللي انا كنت حاطاه اللي اتغسل على كام مره عشان النور بيقطع طبعا، تعالوا بقى عشان نحضر الغداء. قطعت بصله كده كبيره تقطيع صغير في شويه زيت، يعني شوحتها، وبعد كده كنت مقطعه حوالي 2 من البطاطس كده ايه تقطيع يعني مكعبات، تمام. شوحت برضو البطاطس كده في البصله وحطيت مكعب مرق وكمان معلقه ملح كده صغيره وشويه فلفل اسود، وشوحت البطاطس مع البصله مع التوابل الحلوه والحاجات دي كلها. بكون بشره 5 من الطماطم او فرمون في الخلاط ومصفياهم وحطيتهم على البطاطس، وحطيت كمان كيس صلصه
وكمان نقلب بقى كل الحاجات دي. اهم حاجة انك تشوحي البطاطس مع البصل مع الفلفل الاسود والملح عشان يعني تاخد من الحاجات الحلوة دي. بعد كده يا جماعة حطيت شوية مية صغيرين وسبت بقى ايه البطاطس تاخد غلوتين، يعني حوالي 10 دقايق تستوي، حاجة بسيطة عشان لسه هحط حوالي كوبايتين رز. طبعا لو انت هتكتري المقادير انت طبعا هتزودي بطاطس وكمان هتزودي رز. غسلت كوبايتين رز وبعد كده ايه حطيت الرز كده على البطاطس، ما شاء الله يعني أكلة جميلة والله يا جماعة ومغذية وبتاع زمان، كانت الله يرحمها بتعملها لنا زمان، يعني كنا ناكل منها ما نشبعش من حلاوتها. بعد كده ظبطت المية بتاعة الرز، طبعا كان محتاج كمان شوية مية، يعني المية تكون على وش الرز كده، وعلى حسب الرز بتاعك، في رز بياخد مية وفي رز ما بياخدش. اهم حاجة ما تكترش مية عشان برضو ايه الرز بالبطاطس ما يعجنوش. تمام. واول بقى ايه ما الرز والبطاطس يشربوا المية كده بقوم مقلباها على طول ومهديها عليه عشان يتردد، عشان بس ايه ما يتحرقش من تحت يعني في الحلة. تعالوا بقى ايه اما ندحرج البيض. طبعا انا سلقت البيض وهندحرجه في معلقه سمنه بلدي. بصوا بقى انا جايبه كام بيضه، 1 2 3 4 5 6، جايبه 6 بيضات ب24 جنيه، وكيس الشعريه متهيألي ب8 او ب10 في الحدود دي. تمام. عشان يعني ايه نسيت اقول لكم السعر. دحرجت بقى كده البيض في السمنه البلدي وحطيت رشه ملح ورشه فلفل اسود. يا سلام عليه كده بقى بالسمنه البلدي، الله الله الله. وممكن كمان تعمليه في سمنه عاديه، معلقه سمنه صغيره كده او في زيت اللي انت حباه. تعالوا بقى عشان نتغدى ما شاء الله ما شاء الله بألف هنا، بألف هنا على قلوبكم. أكلة جميلة وأكلة خفيفة وأكلة اقتصادية ومش مكلفة، وزي ما قلت لكم احنا بنعمل أكلات سريعة وخفيفة عشان الحر، وفي نفس الوقت عشان برضو ايه الغلا اللي احنا فيه. وعملنا سلطة وكمان مخلل وأكلة والله العظيم يا جماعة بتاع الزمان، فكرتني بأم الله يرحمها، ألف رحمة تنزل عليها وبستي وكل أحبابي وحبايبي وموتنا أجمعين، ربنا يرحمهم يا رب. أكلة جميلة مفيش منها، اعملوها وجربوها وهتدعولي. وده كان آخر الفيديو، أتمنى من كل قلبي يكون خفيف عليكي. اوعي تنسى اللايك والاشتراك وكمان المشاهدة. مع السلامة.